اللي بيحصل في اليمن؟ اللي بيحصل في اليمن هو نفس اللي بيحصل في السودان، بيحصل في الصومال او غيره. الاجابه كده باختصار انقسام داخلي، زائد ان في جبهه من الجبهات تكون الامارات بتدعمها. طب هو ايه اللي حصل في اليمن بالظبط؟ اليمن منقسمه، ففي المجلس الانتقالي الجنوبي مين اللي بتدعمه؟ قلنا الامارات. فالامارات قررت ايه؟ قررت ان هي تمد بمعدات عسكريه وغيره، فطبعا ده بيهدد مين؟ بيهدد الحدود مع السعوديه، فالسعوديه قامت بها حملات على المجلس الانتقالي اليمني. فالمهم عشان ما اطولش عليكم كده، السعوديه طلعت بيان وحذرت فيه الامارات من الحاجات اللي هي بتعملها. الامارات الشقيقه، السعوديه الشقيقه، اليمن الشقيق، كله اشقاء بس في ضرب وصواريخ. فالمهم اللي بيقرا تاريخ كده يعرف ان هم لو عايزين يوقعوا مثلا دوله او منطقه صعبه جدا عليهم، لازم ان هم يلعبوا في حاجات يعني معينه. فبدل ما هم يدخلوها، ممكن ان هم يحاصروها من كل الاتجاهات، فتبقى البلد دي محاصره فتسلم نفسها. نيجي برضو على المعتقد، فاحنا المفروض ان المنطقه كلها يبقى ليها معتقد واحد، بحيث ان احنا نعيش في سلام وامن وحاجات كده، فنعمل حاجه اسمها المسار الابراهيمي كده، يبقى احنا بقينا طيبين وعندنا معتقد. ما اعرفش انتوا فهمتوني ولا لا؟ اللي فهم شويه يقول لنا، وانا حابب اسمع رايكم على فكره.